فاكرين اختفاء العلماء ده عندكم بس في امريكا؟ لا يا حبيبتي، لا يا عينيا، احنا كمان عندنا اختفاءات واختطافات وكل الحبشتكنات وكل اللي قلبك يحبه. خش يا ابني. مساء الخير. العالم من دول يتوفاه الله من هنا نقوم كلنا كمجتمع نركب الشلاحات وهاتك يا اشاعات من هنا ومن هنا. بعد حلقتنا عن اختفاء العلماء بتوع امريكا سمعنا عن وفاة الدكتور ضياء العوضي، وقتها شفنا السوشيال ميديا وهي حرفيا بتتقسم لفريقين. اول فريق نفسي فيه ويخي عليه، ناس بتشكك في طريقة موته، والفريق التاني برضه نفسي فيه ويخي عليه قوي، اللي هو ناس بتشكك في اللي بيشككوا في طريقة موته، وانا واقف في النص ماسك فوط ومناديل. خد بالك ان الدكتور ضياء الله يرحمه لما توفى ما كانش اول شخصيه ولا هيكون اخر شخصيه بيحصل حواليها الجدل ده كله. ولما الموضوع ده انتشر على السوشيال ميديا افتكرت فطاحل العرب كتير، وكلهم رحلوا بعاصفه اسئله وشكوك واستغراب، لان كل واحد فيهم كان استاذ في الحته بتاعته، والكلام عنهم ما بيخلصش لحد النهارده رغم انه الموت علينا حق. والسؤال هنا ليه الناس شبطت في سيرتهم؟ صدقني مفيش اكتر من الامثله اللي هنشوفها النهارده، فتعالوا نشوف الامثله بالتواريخ وبالحقائق واحده واحده، وايه اللي يخلي سيرتهم لسه مكمله معانا لحد النهارده مع ان هم توفوا من سنين السنين. خلونا نبدا بنجم العرب، وحش دمياط، الدكتور علي مصطفى مشرفة، عالم الفيزياء والرياضيات المصري، وده كان مواليد 1889 وتخرج من مدرسة المعلمين العليا في 1917، وسافر بعدها لبريطانيا عشان يدرس في جامعة نوتنغهام، وبعدها درس في كلية كينجز كوليدج، وفي 1924 حصل على الدكتوراه العلوم وخدها من جامعة لندن. خد بالك ان وقتها دي كانت اعلى درجة علمية في العالم كله، لان وقتها ما كانش حد قادر يوصل للدرجة العلمية العالية دي الا 11 واحد بس في العالم. ابحاثه كانت مهمة جدا في نظرية الكم والنسبية، وقدر ان هو يثبت نظريا قدرته على صناعة القنبلة الهيدروجينية بسعر رخيص، بالرغم انه كان معارض استخدام الذرة حربيا. طب والله حضرتك يا دكتور معارض استخدام الذرة حربيا، ليه بتنكش في الموضوع؟ وللأسف في 1950 اتوفى بأزمة قلبية. واخد بالك انت؟ كان في اشاعات كتير بتقول انه السبب ورا الأزمة القلبية دي هم اللي ما يتسموا اصحاب النجمة الزرقاء، تلميذة الدكتور علي وهي الدكتورة سميرة سعيد موسى أول عالمة ذرة مصرية، وهي كانت بتحلم باستخدام الذرة لعلاج متاح لكل الناس، وهي توصلت لمعادلة مهمة وصعبة جدا، والمعادلة دي بتساعد في تفتيت الذرات اللي في المعادن الرخيصة زي النحاس، وطبعا ده معناه الإمكانية إن هم يعملوا قنبلة ذرية بسعر رخيص. وهي كمان اللي أسست هيئة الطاقة الذرية في مصر، وهي اللي أسست مؤتمر الذرة من أجل السلام في مصر. وفي 1952 اتوفت في حادث سيارة في كاليفورنيا، وده ما جاش كده في وقت سريع او في اي وقت وخلاص، لا ده جه في الوقت اللي هي اعلنت عنه ان هي عايز ترجع مصر، ورفضها العروض كتيره ان هي تفضل في الجهه اللي هي بتشتغل فيها في امريكا. طب انت خليك معايا كده وبالعقل، بيني وبينك كده باللغه العربيه كده السريعه، انت واحد عايش في امريكا وعالم قد الدنيا، ايه اللي يخليك فجاه تغير رايك وفورا عايز ترجع مصر؟ الموضوع ما يطمنش، في حاجه غلط، في ريحه مش تمام. المهم عندنا كمان سعيد بدر، عالم الاتصالات والاقمار الصناعيه، وهو كان شغال ضابط في القوات المسلحة المصرية، وهو كان باحث عبقري في مجال الهندسة الإلكترونية، اللي لقوه ميت في 1989 بعد وقوعه من بلكونة بيتهم في اسكندرية. معلش لا مؤاخذة سؤال بس، امتى اخر مرة سمعت عن واحد وقع ومات من بلكونة بيتهم؟ خاصة لو حضرتك عالم اتصالات كبير. طبعا تقرير الوفاة بيقول انتحار، بس طبعا عيلته قالت ان هو كان متراقب ومتهدد من جهات اجنبية، وده في القرن الماضي. نيجي بقى للقرن الحاضر والحالات اللي حصلت في الوطن العربي للعلماء العرب والمصادفات الغريبة للأسف اللي حصلت له. وأولهم هو الدكتور صالح جودت. الدكتور صالح كان عبقري في مجال الاقتصاد المصري، ولقبه كان عدو الفاسدين الأول. اتولد في 1954 وحصل على ماجستير في التحليل المالي ودكتوراه في الاقتصاد الدولي من جامعة عين شمس. أنا كمان حصلت على دبلومة عالية من كلية الكعب العالي في عين شمس. سفلة. الراجل كان بروفيسور وبيتكلم بلغة الشارع، وفي لقاءاته دايما كان بيتكلم فيها بأرقام تفضح الفساد اللي كان حاصل وقتها، وان هو كان عنده حلول سهلة جدا وبسيطة تحل المشاكل الاقتصادية اللي في مصر. الدكتور صلاح كان عنده خناقات من نوع خاص، بدأت بان هو كان بيعرف عن نفسه كخبير تابع للمجموعة الأوروبية في القاهرة، فالممثلين للمجموعة الأوروبية بقى كانوا بيشككوا في المعلومة دي، والموضوع وصل لان هم يصدروا بيان رسمي بالتحذير في استخدامه لاسمهم بشكل رسمي او غير رسمي. من الاخر كده ما تقولش اسمنا على لسانك، ملناش دعوه بيك، احنا متبرين منك.
الله، تتبروا من واحد عايز يحل مشاكل الاقتصاديه لمصر في اسابيع او شهور؟ الدكتور صلاح كان دايما بيتكلم عن وجود ثروات بالمليارات في مصر وكلها مهدره تحت الارض ومحدش عايز يركز فيها، والمشكله دي كانت محور جدل واسع جدا مع الدكتور صلاح من خبراء شايفين انه ارقامه مبالغ فيها ومش حقيقيه اصلا. وفي نوفمبر 2015 وهو بيشرب كوبايه القهوه بتاعته في النادي الاهلي جات له أزمة قلبية. طبعا الناس وقتها استغربت التوقيت جدا وبدأوا يتكلموا عن انه مات مسموم مش موتة طبيعية بالمرة. نيجي عند الدكتور هاني الناظر، طبيب الإنسانية من مواليد ديسمبر 1950 وكان خريج كلية الطب وكمان كان رئيس لأكبر قلعة علمية في مصر، المركز القومي للبحوث. كان دكتور للغلابة وكان مخصص صفحة في الفيسبوك للناس الغلابة اللي مش قادرة على فلوس الاستشارة، وكان بيشخص لهم الأمراض الجلدية مثلا وحاجات بسيطة، وكان بيرد بنفسه على مئات من الرسائل اليومية على الفيسبوك. وهو بالفعل حول المركز العلمي للبحوث لجهة خدمية تساعد الناس بعد صراع مفاجئ وشرس مع سرطان ليموفوما المخ. اتوفى في فبراير 2024، ولكن الصدمة كانت في سرعة تدهور حالته. وطبعا كالعادة الناس اتقسمت نصين، ناس بتقول انه سبب وفاته كان الحسد، وفي ناس نظريات المؤامرة بتغذي خلايا المخ عندها بشدة وبيدعوا انه تشخيص وفاته غلط وان في مستشفيات خاصة هي كانت السبب في وفاته، زي ما تقول كده مستشفيات للإيجار الاساسينيشن، عشان الراجل بيساعد الالاف من الناس مجانا ما بياخدش قصادها اي فلوس، قطع رزق زي ما تقول كده يعني. وللاسف الموضوع عمال بهدوء كده يبهوأ ومحدش عارف يلمه وعمال يلق في النص. قبل ما نكمل انا عايز اقول حاجة بحكم خبرتي وذكاء الخارق. الشيء المشترك بين الحالات اللي فاتت دي والحالات اللي جاية ان كلهم ماتوا. يا دين النبي ايه الحلاوة دي؟ لا معلش، قلشت مني. الشيء المشترك بينهم ان حياتهم كان فيها جدل كبير، وكان الجدل ده قاسم الناس بين مؤيدين بشدة او معارضين منتقدين بشدة. وكمان كان المشترك بينهم انه المؤيدين كانوا بيقولوا انه اسباب الوفاة ما كانتش حقيقية، لان اللي كانوا بيقدموه كان فيه منفعة للمجتمع ببلاش او يمكن بمبلغ رخيص، يعني حياتهم او وجود الناس دي اصلا في الدنيا كان بيخسر شركات مبالغ ضخمة. وطبعا مش بس الشركات، زي ما تقول كده مافيا الادويه، وكمان زياده على ده كان بيكشف الفاسدين او الجهات الاجنبيه اللي ورا الموضوع ده اللي مش عايزه اي تطوير في مجتمعنا. دكتور ابراهيم الفقي وهو دكتور رائد في التنميه البشريه من مواليد اغسطس 1950 وسافر كندا وما كانش معاه الا ده، واشتغل زي ما بنشوف كده في الافلام غسيل صحون، تقطيع بطاطس، كل اللي انت عايزه، لحد ما بقى مدير اوتيل كبير في كندا، وخد دكتوراه في علم الميتافيزيكس وفي علم النفس من جامعه لوس انجلوس. وشهادته دي هي اكبر جدال بتتربط باسمه واكتر موضوع بيتم التشكيك فيه، والسبب انه كان الجامعه اللي اخذ الشهاده منها بيسموها ديجري ميل، مصنع الشهادات، لانها مؤسسه غير معتمده اكاديميا في امريكا، يعني من خلالها تقدر تاخد شهاده بدرجه عاليه وتشتريها، بس اعمل لنا كده اي بحث بسيط واحنا هنظبطك. وكمان كان بيفتخر بتاسيسه للمركز الكندي للتنميه البشريه والمركز الكندي للبرمجه اللغويه العصبيه. منتقديه بقى كانوا بيقولوا ان المؤسسه دي هي مجرد شركات خاصة مسجلة في كندا ومش معاهد تعليمية ولا معتمدة في وزارة التعليم الكندي، وإنه تسمية كندي دي بس عشان تدي نوع من أنواع الوجاهة والاحترافية، لأن هو بيعمل الدورات دي في الوطن العربي، فلما تحط اسم الكندي بيديها زي وجاهة. الدكتور إبراهيم الفقي وهو الأب الروحي لعلم البرمجة اللغوية العصبية، وواجهه هجوم شرس من علماء النفس المتخصصين في الأعصاب في الوطن العربي. الهجوم الشديد وصل لأنه الأطباء النفسيين اتهموه إنه علم مزيف، والعلم اللي بيدرسه ده ملوش اي حقيقه. العلم ده هو كان اسمه سودو ساينس، وانه بيعتمد على الايحاء ولكن ملوش اي اساس طبي، وان هو مجرد بيدي الناس جرعات ايجابيه، وده كان بدل استخدام الحلول العلميه الحقيقيه عشان يعالج الاكتئاب والمشاكل النفسيه اللي عند الناس. وفي اخر تويته قبل ما يتوفى قال عيش كل لحظه في حياتك كان هي اخر لحظه هتعيشها، والناس طبعا ترجمت ده كان هو عارف ان هو هيتوفى. وفي فبراير 2012 للاسف كانت نهايته المأساويه، وكانت في حريقه في شقه في مدينه نصر. الحريقه بدات في الدور الارضي اللي هو المركز بتاعه، وفضلت تطلع لحد الدور الثالث اللي هو بيته. للاسف اتوفى هو واخته والخدامه بسبب قله الاكسجين. ولحد النهارده الناس دي بتشك انه الحريقه اللي حصلت دي كانت بفعل فاعل، وان هم بيقولوا ان كل ده بسبب نجاحه الرهيب، وان هو كان مخطط للسفر عشان يدي محاضرات عالميه في اماكن تانية. الدكتور ضياء العوضي الطبيب المتمرد
استشاري رعاية مركزية وتخدير، وأستاذ في طب عين شمس. من وجهة نظره هو ومتابعينه يعتبر عمل ثورة بنظام الطيبات الغذائي اللي هو عمله، وكان شايف ان هو بيحارب بيزنس الأدوية. في فيديوهاته كان بيبين ازاي بينتقد بشدة استهلاك الزيوت النباتية والمخبوزات، وده خلاه في صدام دايم مع دكاترة وشركات أغذية كتير، لأن انت كده يا حبيبي تخسرنا فلوس. الدكاترة بقى كانوا شايفينه بيهبد، وان نصايحه الطبية خطيرة جدا، وانه ما ينفعش يتسكت عليها ولا على واحد زي ده. وهو كان رده انه مش بيهبد، لا بالعكس، هو بيصحح مسار الطب الحديث. تقول بقى دكتور ضياء على اي موقع اجتماعي يترد عليك بحاجة من الاتنين: الله يكرمه ويشكروه على نصيحته الطبية اللي ساعدتهم ان هم يخفوا ويتحسنوا، او ناس تقول منه لله، وانه في حالات كانت بتوصل للشكوى ضده بسبب انتكاس صحتهم، بسبب ان هم مشوا ورا النظام الغذائي بتاعه ونصايحه الطبية. ووصلت احدى الشكاوى ضده بالادعاء انه مريضة ماتت بسببه. الموضوع ده تسبب من انه معركة تتنقل من الواقع الافتراضي على السوشيال ميديا يعني لارض الواقع في صراع قانوني، وكله بسبب نظام الطيبات، وخاصة في نقابة الاطباء. الصدام بينه وبين نقابة الاطباء حصل في 2026 فبراير، لما اتهمته نقابة الاطباء انه بيدي نصايح طبية مضللة، وان هي غير مثبتة علميا على صفحات التواصل الاجتماعي، زي ما مرة طلب من مرضى السكر ان هم يوقفوا تماما استخدام الانسولين، وادعاه كمان انه التدخين مش مضر، وتحذيره دائم من اكل الخضروات والبيض واللبن. أحيه. اللي حصل بعدها انه تم احالته للمحاكمه التاديبيه، وده كان في فبراير 2026، وبعدها في مارس 2026 اصدرت الهيئه التاديبيه قرار شطب اسمه من سجلات النقابه واسقاط عضويته، وطبعا ده ادى لالغاء ترخيص مزاولته المهنيه، وللاسف عيادته اتشمعت بالشمع الاحمر. اتوفى فجأة في دبي. طبعا التقارير قالت جلطة في الرئة، بس طبعا أهله ومحاميه طلبوا إعادة التشريح، وطبعا ده شيء طبيعي لأي أهل إن هم يحسوا إن في حاجة مش طبيعية حصلت، خاصة لما يتصدموا بصدمة الموت، وكانوا رافضين تماما إن ده حصل وإنه ده طبيعي، وكانوا يشكوا بسبب الموت. الموضوع كبر لدرجة إنه المجلس الأعلى للعلوم أعلن إلزام الوسائل الإعلامية أو السوشيال ميديا عدم نشر أو تداول أي صور أو أي فيديوهات ليه. كل الشخصيات اللي احنا اتكلمنا عنها كان بينهم خط رفيع واضح جدا: العلم وحب الناس ليهم والجراءة اللي كانت عندهم، والمهم ان وفاتهم خلت الناس تربطهم بحوادث مفتعلة وتنفي عنهم الحقيقة الحتمية لينا كبشر. والحقيقة انه لما بنتولد في نهاية الامر لازم نموت. بس سؤالي هو ليه الناس بتصمم انه مفتعل او بفعل فاعل؟ يمكن عشان من صغرنا بنحب فكرة البطل المغوار او الراجل اللي بيحاول ان هو دايما يقوم بحاجة مفيش حد تاني يقدر يعملها. ولكن الحقيقة ببساطة ممكن تكون انه الناس بتحب تهول الامور في بعض الاحيان. وهنا بقى المشكلة مش الحدث نفسه، المشكلة هو الزحمة، زحمة الكلام وزحمة التحليلات والسوشيال ميديا والكلام اللي ما بيخلصش. وحتى لو الحقيقة موجودة قدامك هتضيع في وسط الخيال ده كله. المهم قولوا لي رأيكم في الكومنتس، وما تنسوش تدوسوا سبسكرايب ولايك، واشوفكم الفيديو اللي جاي.